أعتقد سيد العزيز أن الإدارة الأمريكية هي غير جادة في التفاوض مع إيران من منطلق تفاوض متكافئين، أو من منطلق أن حفظ ماء الوجه لإيران ولإيجاد حل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل وتعتبره الدول الغربية خطر عليها. الذي يحدث الآن هو أن الإدارة الأمريكية تتماهى مع آلة الحرب الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي الذي يضرب إيران ليل نهار حاليا، من أجل تشكيل ضغوطات نفسية على القيادة الإيرانية وإيهامها، أو قد تكون هذه حقيقة، بأنه إذا لم يتفاوضوا ولم يأتوا إلى الطاولة، وهنا الإدارة الأمريكية تريد الإيرانيين أن يأتوا صاغرين إلى طاولة المفاوضات ليوقعوا معاهدة استسلام فقط لا غير. فكل هذه أسبوعين أو شهرين بينما ترى الإسرائيليين يضربون إيران، لا أتصور أن الإيرانيون، نحن أبناء هذه المنطقة، ونعرف أن الشعب الإيراني كأحد الشعوب الإسلامية، شعوب هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، شعب فخور بنفسه ودولة عريقة وقديمة، قديمة آلاف السنين، ولديها بنية تحتية وبنية تعليمية، وشعب فخور بنفسه. ولا أتصور شخصيا أن الإيرانيون سوف يأتون إلى الطاولة ليوقعوا معاهدة الاستسلام. نعلم أن عندما كانت هناك الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، الإيرانيين حاربوا 8 سنوات واضطروا في الآخر لتوقيع فك اشتباك أو معاهدة أو الجنوح إلى السلام، سواء العراقيين أو الإيرانيين، لفض هذه الحرب التي طالت كثيرا. من هنا لا أتصور أن الإيرانيين سوف يخضعوا لإدارة الرئيس ترامب. وأيضا أعتقد أيضا أن إدارة الرئيس الأمريكي هي تريد أن تعطي الفرصة خلال هذه الأسبوعين لإسرائيل للتخلص من أكبر عدد ممكن من الصواريخ الإيرانية، أو القضاء على الكثير من بنيتها التحتية العسكرية، سواء نووية أو عسكرية بحتة. هذا هو السبب الرئيسي الذي يتخيله الرئيس ترامب في إعطاء إيران أسبوعين. لا أتصور أن إسرائيل سوف توقف هجماته على إيران. إسرائيل ترى نفسها في موقع القوة الآن، فهي باغتت القيادة الإيرانية وقتلت الكثير من القيادات الإيرانية. وهذا طبعا نحن لم نكن نتصور أن إيران كانت في مثل هذا الضعف الحقيقة، سواء الاستخباراتي أو العسكري، التي عدوها الشديد والذي يتربص بها منذ سنوات طويلة استطاع النيل منها، ولم تستطيع الرد عليه ردا كافيا، أو الرد عليه بمستوى حجم الضربات. هذا الضعف قد يؤدي إيران أن تتفاوض، لكن بشكل أضعف. لكن هي تطلب من الرئيس الأمريكي أن يضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب من التفاوض. دعونا نتذكر أيضا أن قبل هذه الحرب إيران كانت في حالة تفاوض أيضا، وإيران أيضا تفاوض الأمريكيين وتفاوض هيئة الطاقة الذرية الدولية. ونتذكر أيضا أن إيران هي أحد الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهاجمتها دولة هي إسرائيل لم توقع على هذه المعاهدة، والكل أيدها، الغرب وأمريكا أيدوا إسرائيل في هذا الشأن. وأيضا في 2015 إيران وقعت اتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس باراك أوباما لتجميد البرنامج النووي العسكري، الشق العسكري منه. لكن الرئيس ترامب مزق هذا الاتفاق ونقض هذا الاتفاق، ونحن الآن نرى أن هناك حالة حرب. الإيرانيون الحقيقة في مأزق كبير جدا، وأنا أتصور أن الإيرانيين يشعروا بنوع من ليس فقط الضعف، ولكن ماء الوجه قد ذهب منهم، بسبب أن كيف تنال إسرائيل منهم، وهم الذين كانوا خلال العقود الماضية نسمع عنهم بالقوة الصاروخية الضاربة وأذرعهم المتمددة في منطقة الشرق الأوسط، سواء حزب الله أو سواء في اليمن أو في العراق، المناصرين المؤيدين لإيران. ونرى الآن لوحدها في الساحة وتنال الضربات تلو الأخرى، وهي ضربات موجعة. الحقيقة إسرائيل تضرب إيران ضربات موجعة، لكن لا أتصور بالرغم من هذه الضربات لا أتصور إيران سوف تستسلم. أعتقد أن إيران سوف تقاوم هذا الشيء وسوف تقاتل إلى أن يكون هناك نوع من أنواع التوازن. شوف سيد العزيز، إيران لديها عوامل قوة لم تستخدمها إلى الآن. إيران دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي دولة مهيمنة
والشعب الإيراني وإيران، سواء في عهد الشاه أو في عهد الجمهورية الإسلامية، أو إذا كانت جمهورية علمانية فيما بعد، إيران سوف تبقى إيران سيد العزيز. إيران سوف تبقى دولة طموحة في المنطقة، وسوف دائما ترى نفسها أن لها الحق في أن تكون دولة مهمة جدا، ولها نوع من أنواع الهيمنة في المنطقة، أو نوع من أنواع الاحترام كدولة إقليمية كبرى. فبغض النظر عن النظام الإيراني، وأيضا إيران دولة نفطية كبيرة جدا، وتقع على مضيق هرمز، وتتحكم عمليا بتجارة النفط العالمية. فتستطيع إن أرادت وإن وجدت نفسها في زاوية ضيقة جدا، أي أن النظام مهدد بالزوال، نظام الجمهورية الإسلامية مهدد بالزوال، قد تستطيع أن تلجأ إلى هذه الأدوات لتقول نحن لن نستسلم وسوف نقاوم. أن السلوك الإيراني في هذه الحرب هو سلوك في الحقيقة فريد من نوعه. إيران تتصرف في هذه الحرب بشكل ليس مندفع وليس متهور، بشكل محافظ جدا. هي لم تهدد بصريح العبارة على سبيل المثال بضرب مصفاة النفط في حيفا أو محطات الكهرباء الإسرائيلية أو المفاعل النووي الإسرائيلي أو مراكز سكانية كبرى تقتل الكثير من الإسرائيليين. ضحايا الإسرائيليين هم بالعشرات فقط لغاية الآن. وهذه والسياسيين الإيرانيون لا يهددوا بإغلاق مضيق هرمز، ولا يهددوا بالتعدي أو ضرب دول الخليج العربية كالإمارات أو السعودية أو قطر أو البحرين التي يوجد بها قواعد أمريكية. فلا أرى هذا السلوك الإيراني حاليا، وهذا يدل على أن الإيرانيين يأملوا أن الطرف الآخر يقتنع أن إيران لديها عوامل قوة، ولكنها لا تهدد ولا تستخدمها. هذا الفرق. إيران يعني يبدو أن القيادة الإيرانية لديها نوع من أنواع الحكمة بعدم التهور باستخدام تصريحات أو تهديدات قد تستخدم من قبل أعدائها لضربها والتخلص منها وتصويرها كأنها خطر على النظام العالمي وخطر على الشرق الأوسط وخطر على كل العالم، كما صرحت هذه الإدارة الأمريكية. لكن أمريكا تعرف أن لدى إيران عوامل قوة كبيرة، وأمريكا لا تريد الفوضى في منطقة الشرق الأوسط والخليج. إيران ليست دولة صغيرة وليست دولة ضعيفة، لديها جيش ولديها حرس ثوري ولديها بحرية ولديها مقدرات كثيرة. الذي نراه الآن هي حرب جوية فقط. إسرائيل تقصف بالطائرات وإيران تقصف بالصواريخ. لم نرى حربا برية حاليا أو حرب بحرية. فإيران لديها لا زالت عوامل القوة، وأمريكا والغرب يعوا ذلك. هم يريدون عمليا التخلص من البرنامج النووي الإيراني، أو يريد إيران أن تكون ضعيفة بحيث لا تقوم لها قائمة من حيث البرنامج النووي الذي يروه خطرا ل10 أو 20 عاما قادمة. الحقيقة لا أعرف إلى أين تتجه هذه المواجهات، يعني لا أستطيع أن أقول لك إلى أين سوف تتجه، لكن أستطيع أن أقول لك أن الطرف الذي سوف يضعف في هذه أو ينكسر قليلا سوف يطلب المساعدة من الغرب أو من الدول العربية للتوسط لإنهاء هذه الحرب. إسرائيل لا زالت تقول أنها سوف تقاتل لأسبوعين أو 3. وللعلم إيران دولة كبيرة وشاسعة ولديها امتدادات قوية وشعب كبير جدا. إسرائيل دولة ضيقة ولا تستطيع القتال عمليا لأشهر طويلة مع عدو كإيران. إيران ليست حزب الله وإيران ليست حماس، لكن إسرائيل تستطيع أن تجلب الأسلحة والمال من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإقامة جسور جوية لإمداد إسرائيل بالأسلحة والعتاد. لكن إسرائيل أيضا سوف يتعطل كل اقتصادها ويتعطل كل شعبها طالما بقيت إيران تقصفها بالصواريخ وبقي الشعب الإسرائيلي في الملاجئ. فهذه نقطة ضعف كبيرة جدا عند إسرائيل، وإيران تعي هذه النقطة. ولكن إيران أيضا تتلقى الضربات الكبرى سواء لمفاعلاتها النووية، لاقتصادها، لبنيتها التحتية، لشعبها. لا أعرف من الذي سوف ينكسر أولا ويطلب ويرفع الراية، ليس بالضرورة البيضاء، وسيرفع راية ما ليقول لنذهب إلى مائدة التفاوض. وكفى الآن هذا القتال، لأنه لا يوجد حاليا لا منتصر ولا منهزم. إذا هذه المعادلة
لا يوجد احد منتصرا ولا يوجد احد منهزما، او ايران لديها نصر معين واسرائيل لديها نصر معين، كل حسب زاويته. فهذا قد يكون مقبول لايران لتري شعبها بانها انتصرت، وهذا قد يكون مقبول ايضا لاسرائيل وكافيا لحكومه رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو، بان يقول لشعبه لقد قضينا على المفاعل النووي الايراني وقتلنا قيادات كبيره من القيادات العسكريه الايرانيه، وهذا يكفي ونحن انتصرنا. قد تكون هذه معادله مقبوله للطرفين، ومن هنا تاتي امريكا لتقول كفى، لنذهب الى طاوله التفاوض. بالحقيقه نحن بحاجه لعده وسطاء. كون ان الولايات المتحده الامريكيه والتي لديها القوه والتاثير الاكبر على اسرائيل، اوروبا ليس لديها تاثير على اسرائيل، واسرائيل لا تقيم وزنا كبيرا للدول الاوروبيه، لكن تقيم وزنا، لكن تعتبر قرارات الاداره الامريكيه قرارات مهمه، واذا اراد الرئيس ترامب ان يقف الحرب يستطيع ان يقفها غدا مع بين اسرائيل وايران، لكن لا يريد ذلك. فنحن هنا بحاجه الى عده وسطاء، قد يكون اطراف عربيه كعمان او قطر او السعوديه لتذهب الى الاداره الامريكيه لتقول للاداره الامريكيه نحن هنا في خطر، او العراق على سبيل المثال، نحن هنا في خطر اذا تصاعدت هذه الحرب، امدادات النفط سوف تتوقف، الاقتصاد العالمي سوف يتاثر كثيرا بزياده اسعار النفط، سوف تكون هناك احداث بين الشعوب ووجود لاجئين، او قد تبرز حركات ارهابيه في المنطقه لا سمح الله. لذلك الدول العربيه لديها مصلحه كبرى ان تذهب الى الولايات المتحده الامريكيه لتقنعها بان التفاوض هو الافضل، لانه من مصلحه منطقه الخليج ومن مصلحه الدول العربيه ومن مصلحه الاقليم ككل، كل الشرق الاوسط، سواء تركيا او كردستان، كل هذه الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه لديها مصلحه في السلام، لديها مصلحه في الاستقرار، وليس لديها مصلحه في الحرب. امريكا سوف تكون في امريكا، والمانيا واوروبا في اوروبا، لكن نحن في هذه المنطقه العربيه سوف تعيش الفوضى لعشرات السنوات القادمه بسبب ان هناك طرفين متنازعين، ودون ان تتحرك هذه الدول، دول الاقليم، لتقنع الطرفين عند الايجاب بان السلام هو الافضل للاستقرار كل المنطقه، وان الخطر سوف يعم الجميع، سوف يداهم اسرائيل ويداهم العرب ويداهم ايران ويداهم تركيا والكل. في هذه المرحله، مرحله ضرب ايران، من مصلحه امريكا ان ترى ايران ضعيفه جدا، وان اسرائيل تقوم بتدمير اكبر كم ممكن من البرنامج النووي الايراني، وارجاعها الى الخلف سنوات طويله. بعدها ترى امريكا ان ايران عندما تفاوض سوف تفاوض من موقف ضعيف. امريكا وكل الغرب وحتى الكثير من الدول العربيه لا يرغب ان تمتلك ايران سلاح نووي. الكثير من دول الخليج العربي لديها تحفظات ومخاوف مشروعه ايضا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، هم يروا ان ايران قد تشكل خطرا عليهم، كون ايران دوله قويه وكبيره، وهي منذ امد التاريخ موجوده في المنطقه، ولديها نوع من انواع الهيمنه والسيطره في المنطقه، فهناك مخاوف مشروعه. هو صحيح، هو اسرائيل ليست حمامه السلام في المنطقه، اسرائيل لا زالت تحتل الاراضي العربيه المحتله منذ عام 67، لا زالت تشن حربا على الشعب الفلسطيني في غزه، وقتلت ما فوق ال 55 ألف مواطن فلسطيني في غزه، وكل يوم هناك انتهاكات للمسجد الاقصى وانتهاكات للضفه الغربيه في الضفه الغربيه التي هي اراضي اردنيه محتله. تركيا هي منافس تاريخي لايران، وتركيا ترى ايضا اذا ايران تمت ازاحتها عن المشهد كقوه اقليميه، فسوف تبرز تركيا الطرف الوحيد، الطرف الاسلامي الوحيد في منطقه الشرق الاوسط الذي لا زال واقفا على قدميه ولديه مكامن القوه ليفرض ايضا سيطرته وهيمنته على المنطقه كقوه اقليميه كبرى، تكون في نفس الوقت هي جسر بين الشرق العربي او الشرق الاسلامي والغرب. هذه أهداف تركيا أيضا، هي تقول أن إسرائيل تشكل خطر، وهذا صحيح، لكن تركيا أيضا لديها علاقات قوية مع إسرائيل، علاقات اقتصادية وعلاقات تجارية وعلاقات سياسية مع إسرائيل. فتركيا تتصرف أيضا أحيانا تقول شعارات جميلة وشعارات براقة، ولكن في الواقع أيضا تركيا هي تفضل مصالح الشعب التركي ومصالح الدولة التركية، وليس بالضرورة مصالح الشعوب الإسلامية الأخرى في الإقليم كالشعوب العربية أو الشعب الكردي على سبيل المثال، أو كل شعوب المنطقة، أو الشعب الإيراني على سبيل المثال.